الاهلي والزمالك لعبوا وحش، الاهلي والزمالك نجحوا في الصعود، والاهلاويه والزملكاويه كانوا هيموتوا بالسكته القلبيه. حلقه النهارده من تشكيله هي سبيشال اديشن على دوري ابطال افريقيا. الزمالك اتعادل 1-1 مع بجاية في الجزائر بفضل تألق الشناوي قبل ما يتصاب او قبل ما يسيبوه عشان اكون دقيق اكتر، وجنش اللي تقمص ردة فعل جان لويجي بوفون بعد ما نزل مكان الشناوي لما اتصاب، وطبعا نجم افريقيا الجديد حمودي شارك مع الزمالك في 6 ماتشات افريقية لمدة 126 دقيقة، سجل فيهم 4 اهداف، ولكن جوله في بجاية هو بالتأكيد الأحلى. تكتيكيا الزمالك برضو ما كانش مقنع، لأنه نزل الماتش عشان يلعب دفاع منطقة متأخر في تلت ملعبه الأخير، ويحاول يرمي كور طويلة عشوائية لكهربا في أي مساحة الناحية التانية، مع إنه بادي الماتش متفوق في النتيجة بجولين، وبالتالي كان يقدر يخاطر أكتر من كده شوية. مش بقولك تنزل الملعب وتتجنجر وتهاجم وتفتح شوارع في خط ظهرك لبجاية، ولكن التكتيك الدفاعي كان لازم يعتمد على الضغط على لعيبة بجاية على الأقل في نص ملعبك اول ما يعدوا خط النص، علشان تحاول فعليا انك تسجل جول واحد بس هينهي المباراه مبكرا، لان الرجوع هيكلف بجاي 4 اجوال، وهي دي افضليه انك خرجت بكلين شيت من المباراه الاولى على ارضك. انما دفاع مبالغ فيه بانك ترصرص اللعيبه قدام الجول معناه انها مجرد مساله وقت لحد ما تلبس الجول الاول، معناه ان من بعدها هتفضل ايدك على قلبك ومش عارف تلعب لان فاضل جول على التعادل. وفوق كل ده لعيبه بجايه اول ما بيتضغط عليهم كانوا بيفقدوا الكره بمنتهى السهوله. وبعدين مش فاهم ليه الاصرار على البدايه بمحمد ابراهيم مع انه واضح انه مش في الفورمه، والاهم من ده كمان ليه برضه مصر انك تلعب بكهربا كسترايكر صريح. قرار خلى الزمالك يعاني في اكتر من نقطه. اولا كل خطوره بجايه كانت من كور يا اما عرضيه يا اما كور ثابته، ولو الكيبر شمس الدين الرحماني كان بيوصل كانوا سقطوا ضربه المرمى كمان في 18 الزمالك. والاطوال في فرقتك بتتمثل في كوفي، دويدار، حماده طلبه ومعروف بس، وبالتالي وجود مايوكا كان هيساعدك دفاعيا في الكور الثابته العاليه كلها، وحتى هجوميا في ظل انك مش عارف تبني الهجمه من تحت لضغط بجايه العالي، فكنت بتعتمد على ضربات مرمى طويله وعاليه بتؤدي لالتحامات هوائيه مشتركه لكهربا مع سرد باك بجايه، وطبعا كنت بتخسرها كلها. ثانيا كهربا من احرف اللعيبه اللي في مصر، واتفقنا ان هو اصلا مش سترايكر، وحاليا واضح انه مش موفق قدام الجول لانه اكتر لاعب مضيع انفرادات في الدوري، 8 انفرادات، وضيع امبارح بس في ماتش بجايه انفرادتين. وانت للمباراه الثالثه على التوالي برضه بتبدا بيه كسترايكر صريح، مع انك ممكن تبدا بيه في مركزه الاساسي ناحيه الشمال مكان محمد ابراهيم، المكان اللي اصبح من خلاله هداف الفرقه. ثالثا لو عايز تعتمد على سرعات المهاجم في الهجمات المرتده فمش لازم تلعبه كسترايكر صريح عشان كل البينيات اللي تجيله تبقى من قدام قلبي الدفاع. تعال نرجع نتفرج على الجول تاني. بخلاف ان الهجمه جت من استخلاص للكره بالضغط العالي اللي كنت بتكلم عليه من الاول، فكهربا السترايكر لعب ثرو لحمودي الوينج ليفت عشان ينطلق في ظهر المدافعين اللي مش شايفينه ويروح هو وجون 1 على 1 ويخلص. الاهلي بقى كان عكس الزمالك تماما، بدل الهجمات العشوائيه الفرديه اللي ما فيهاش اي مسانده من لاعب لزميله، فاهلي يول كان بيلعب كوره جماعيه بتعتمد على الاستحواذ والسرعه، عدم التقيد بالمراكز في النواحي الهجوميه، وتحرك كل لعيب بعد ما بيلعب الكوره لمسانده حامل الكوره، وفتح زوايا تمرير وخيارات كتير في كل حته في الملعب، وصناعه كم كبير من الفرص على المرمى، وبشويه توفيق او تركيز في الفينش الماتش ده كان خلص من بدري. ولكن مشكلتي مع اهلي يول مشكله دفاعيه، وبالذات في الشوط الثاني. اولا بعد الضغط العالي ورتم اللعب السريع الرهيب في الشوط الاول، اللعيبه بتقع بدنيا في الشوط الثاني، ومع مرور الوقت الخصم بيبدا يسيطر اكتر على المباراه وبيرجع في النتيجه. ثانيا في ظل الاستحواذ على الكوره، حسام عاشور وحسام غالي الاثنين بيشاركوا في صناعه الهجمه، وبالتالي اول ما الاهلي بيفقد الكوره منطقه العمق اللي قدام حجازي وربيعه ما بيكونش فيها تغطيه. ثالثا حسام عاشور عنده 30 سنه وحسام غالي عنده 34 سنه، الاثنين بيقدموا دور فني كبير جدا في نص ملعب الاهلي، ولكن في ظل انطلاق الظاهرين في نفس الوقت في كل هجمه بيكون مطالب من لعيبه الارتكاز انها تغطي المساحات اللي وراها، وده حمل بدني برضه بيكون كبير، وبتظهر ملامحه في الشوط الثاني بعد الدروب البدني، بالذات لما يكونوا بيلعبوا ماتش كل 3 ايام. تفتكروا هل بقى لازم اعطاء عمرو السوليه دور اكبر شويه في تنشيط نص ملعب الاهلي ولا ايه؟ رابعا واخيرا رمضان صبحي لازم يبطل خناق ويركز في الكوره. رمضان حاليا
من احرف اللعيبه اللي في مصر، وعنده البوتنشال والامكانيه انه يبقى احسن لعيب في مصر. بس ياما لعيبه كان عندها نفس الامكانيه وخلصت بدري بدري، والامثله كتير. رمضان امكانياته الفنيه والبدنيه عالميه، فلازم تطوير الناحيه النفسيه والذهنيه، لان في عالم كره القدم من غير الاثنين دول ممكن كل حاجه تضيع. بس بعيدا عن التكتيك، فكعاده الاهلي بيتمزجوا بتسجيل اهداف حاسمه بعد ال90. الاهلي سجل من موسم 2004 2005 لحد النهارده في كل البطولات 68 جول بعد الدقيقه 90، ودي ظاهره لا ليها دعوه بتكتيك ولا بمدرب ولا بلعيب معين. جول محمد ابو تريكه في الصفاقسي التونسي في 2006 مع مانويل جوزيه، جول احمد فتحي في طلائع الجيش في 2009 برضه مع مانويل جوزيه، جول بركات في الزمالك في 2010 كان مع حسام البدري، جول شهاب في الاتحاد الليبي في دوري ابطال افريقيا في 2010 مع حسام البدري، جول عماد متعب مع سيو سبورت في الكونفدراليه سنه 2014 مع جريدو، جول احمد رؤوف في الدفاع الحسني في 2014 مع فتحي مبروك، وجول عماد متعب في الانتاج الحربي في موسم 2015 2016 مع بيسيرو، واخيرا جول عبد الله السعيد في يونج افريكانز يوم الاربعاء مع مارتينيولي. وطبعا لو ركزت شويه في جول عبد الله السعيد او كان معاك وائل صدقي فريق الاعداد، هتكتشف ان جول عماد متعب الحاسم في نهائي الكونفدراليه في 2014 شارك فيه نفس الثلاث لعيبه، وليد سليمان، عبد الله السعيد وعماد متعب. الموضوع ما هواش حظ او صدفه، ولكنها ثقافه بقت موجوده عند كل لعيب بيلبس تيشيرت الاهلي انه ممكن يجيب جول المكسب في اي وقت، حتى لو كانت في اللحظات الاخيره، وحتى لو الجول في بعض الاوقات ما كانش بيجي، فبدون ثقه اللعيبه الكبيره في انهم هيكسبوا فالجول ده عمره ما هيجي. والثقه دي مستوحاه من العنصر الوحيد اللي ما بيتغيرش وبيفضل ثابت في مكانه مهما عدت السنين، الجماهير. جماهير الاهلي اللي تشجيعها بعد الجول الاول ليونج افريكانز، وبالذات بعد مرور الدقيقه 90 وكلهم ثقه في ان الجول هيجي، هي اللي صنعت الفرق. وبعدين تعالى لي هنا ثانيه، الجماهير اللي كل الاعلام اشاد بدورها الرائع في مكسب الاهلي امبارح وفي تفوق الزمالك على بجاي الاسبوع اللي قبله، هي نفس الجماهير اللي بيقولوا عليها صيع وبلطجيه وخونه ومأجورين. وبعدين ما هم امبارح كانوا بيشجعوا بشماريخ، فمش فاهم حلوه الشماريخ ولا وحشه الشماريخ وما بنحبهاش، ولا هي لما الجماهير تلعب دور كبير واساسي في فوز الفريق تبقى حلوه وكلنا بنحبها، ولو الفرقه ما كسبتش وحصل مشاكل تبقى وحشه ونقطع فيها. كفايه هري بقى يا جماعه ورجعوا الجماهير، زهقنا من كتر ما بنقول الكوره للجماهير. طبيعي جدا اختلاف في وجهات النظر ما بين جمهور فرقتين، وزي ما في ناس ممكن تشجع فريق منافس في بطوله قاريه، في ناس بتشجع اي فريق بيلعب ضد الفريق المنافس في بطوله قاريه او محليه، وطبيعي ان اللي يكسب يغلس ويقلس ويسف على اللي خسر، وللاسف في بعض الوقت بيكون في تجاوزات، شتيمه او اغنيه، وبالذات من فئات الجمهور اللي بنقول عليهم متعصبين. بس حتى اكتر المتعصبين دول متعصبين في الكوره، وبيجوا وقت الجد ويقفوا دقيقه احداد على ارواح الشهداء، وساعتها مفيش فرق ما بين شهيد ابيض في دار الدفاع وشهيد احمر في بورسعيد. كل الجماهير متعصبين او مش متعصبين بيقفوا ايد واحده على دم اي شهيد. ولازم نعدي سريعا على الكونفدراليه، لان المقصه في اول مشاركه افريقيه ليهم بيتاهلوا للدور ربع النهائي، والقرعه وقعتهم مع الاهلي الليبي. اما انبي فبيواصل نتائجه السلبيه وبيودع الكونفدراليه. مشاركه حلقه النهارده هناخدها من يوتيوب. محمد احمد اللي قال هاشتاج تشكيله، اتفق مع صلاح اللي قلنا الكومنت بتاعه الحلقه اللي فاتت، المفروض وقت الحلقه يبقى طويل شويه لاننا بنستمتع بالتحليلات، وعشان خاطر عيونك يا ابو حميد حلقه النهارده طويله شويتين. وما تنساش تسيب لنا انت مشاركتك على هاشتاج تشكيله عشان تكون معانا في الحلقه الجايه، واشوفكم على خير، ويا ريت بلاش تعصب وسف في الكومنتات تحت. سلام.